بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ميريغ مي مجلس حاضر ودان تبوي إمها لوبتي أخونا أختون أدي ميريغ مي مجلس ದುರಾಘಾತುಂ ಬಲ್ಲವ ಅಡುವಸ್ಸೋಮುಗೆಂದವ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗೆ ಲೋಬೇತಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಇಜ್ಜತಿ ರೈತುಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಆದೆ ಮಿರೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವರಂಗ್ ಉಫಾವರಿ ರೇ ಮಿರೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿತ ಉಫಾವರಿ ಕಮ್ಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಬದಗೆಂದಾರೆ. ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಮಾ ಮಿಸ್ಕಿಕೊಳು ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುನ್ ನಬವಿಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಇಮಾಮ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಯಾಕುಗ ಮಿರೆ ಮೀಹೇದ ಕುರಾ ವಗುತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ವೆಸಿತ ಉಫಾವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ ಕುರಾನೆರೆ. ಫದಿಲತು ಶೇಖ್ ದುಕ್ತೂರ್ ಸಲಾಹ್ ಅಲ್ ಬುದೈರ್ ಎಮ್ಮನಿಕ್ ಫಾನಕಿ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುನ್ ನಬವಿಗ ಅಶಾವೀಸ್ ಅಹರು ಅಂದೆಂಗ್ ಇಮಾಮುಕಂ ಕುರವ್ವ ಬೇಫುಳೆ. ಅಶಾವಿ ಸಹರುಗ ದಿಗು ಮುದ್ದತ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುನ್ ನಬವಿಗ ಇಮಾಮ್ ಕಂ ಕುರವ್ವ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಇಮಾಮ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ನಾಯಕುಗ ಮಿರೇಗ ಒಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಉಫಾ ಕುರಾ ಕಮೆ. ಎಮನಿಕ್ ಫಾನಕಿ ಮದೀನಾಗೆ ಮಹ್ಕಮತುಲ್ ಇಸ್ತಿನಾಫುಗೆ ಇಸ್ ಗಾಜಿ ವೆಸ್ಮೆ ಅದಿ ಮಿಕಂ ಕಮುಗ ಇತುರುಂ ಆದೆ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ಗ ವೆಸ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನು ಇಮಾಮುವೆ ನಮಾದ್ ಕುರೆವ್ವಿ. එහෙන් කමු අල්ගොන් මෙන් දීවෙහි එම්මෙහා ලොබෙති රයිතුන්ගේ නමුග එමනික් ෆාන වර ඉඛලාස් තරිකමයකුගා මර්හබා දන්නවා. أيها الحضور الكرام، إننا نسعد في هذه الليلة المباركة ونرحب بشيخنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الموافقة السامية على زيارة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف لجمهورية المالديف. كما لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على دعمه لهذه الزيارة، وعلى التنسيق الكامل بوزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، ولكل ما يقدمونه من جهود عظيمة لنشر الاعتدال والوسطية ولنشر العقيدة الصحيحة في أنحاء المعمورة. كما أعبر عن شكري وتقديري إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية المالديف على التنسيق الكامل والدعم المستمر لوزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف. وأرحب بكم فضيلة الشيخ الدكتور لبلدكم الثاني جمهورية المالديف، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني. إمها عزتري أخونا أختون ميريغا تيا عزتري أخونا أختون عزتري الموريا إمام المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير دارس أدوس سمتكا تي أمها لبيت أخونا أختون ودا النبي كمي ألغون من أمنا ورم ماتير وفاور كمي لبيجن دي كمي تي أمها لبيت أخونا أختون شكر أدا كرا حاله ألغون وقت ميرواني فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير تي أمها عزت أخونا أدي راجع لبيت أمها ريتنا مخاطب كربوما فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام التي أروى القلوب طهرها وفاض في الأرض نهرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقترن بالخلود ذكرها ويسدل على الهفوات سترها،
وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله شهادة يعم الكون نشرها، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة من هل من السماء قطرها. أما بعد، فإني أشكر حكومة المالديف وعلى رأسها فخامة رئيس جمهورية المالديف، وكذلك أشكر أخي صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شهيم، وكافة المشايخ الفضلاء، وكذلك الوزراء والحكومة المباركة. وأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يجزي ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خير الجزاء وأوفاه على موافقتهما على هذه الزيارة ودعمهما لقضايا الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم. من الله حمد شكر كرم من نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما الصلوات سلام لبن يدي دعاء كرم من فرصتك راجيك عزت رئيس الجمهورية يشا ديوه سركار شا أدي إسلامك منستري ورا إخلاص كما يكوغا شكر دنوان أدي ألغون ديوه راجيا مكورا زيارتك انتظام تن هم جيسي كما تكا سعودي عربية رسكفان سلمان بن عبد العزيز امنك فانو ولي عهد محمد بن سلمان ورا إخلاص كما يكوغا شكر دنوان. وهذه بعض الوصايا في أهم القضايا تذكرة وتبصرة، والمؤمن يقبل التذكرة وتنفعه الموعظة لأنه يخشى سوء العاقبة فينظر ويفكر ويستبصر حتى يقوده النظر إلى اتباع الحق. ميري ألغون واهك دكان قستكرا موضوعك مهم باي وصيتك به غتم أي مؤمن تكون هتك إكان كان هدانكو عمل تن إصلاح كرمتك. الوصية الأولى: إن سعادة العبد وفلاحه إنما هي في التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا وسلوكا، وفي صدق التأهب للقاء الله تعالى. وإن من سعادة العبد أن يرزقه الله الإنابة، وأن يكون همه مرضاة الله تعالى. ومن كانت الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه، وشتت الله عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما رزق. ومن كانت الآخرة همه جعل الله الغنى في قلبه ونزع فقره من بين عينيه وكف عليه ضيعته، وأتته الدنيا وهي راغمة. قال ابن القيم: فاحرص أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده، فهذه غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. فمن أراد السعادة والهناء والسكينة والطمأنينة فليتقرب إلى الله بالطاعات، وليراقب الله في الحركات والسكنات، وليتب من الذنوب والهفوات، وليقلع عن المعاصي والخطيات، وليستدرك ما مضى قبل الفوات وحلول الأجل والوفاة. إن كنت تسعى للسعادة فاستقم تنل المراد وتغدو أول من سما. لقد علمت وخير العلم أنفعه أن السعيد الذي ينجو من النار. فيا طالب السعادة ارغب في الآخرة، وانظر في حالك ومآلك ونشرك وحشرك وسؤالك. قال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى: من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال، وآنسه بلا مؤنس، وأعزه بلا عشيرة. ما شقوة المرء بالإقتار يقتره، ولا سعادته يوما بإكثار. إن الشقي الذي في النار منزله، والفوز فوز الذي ينجو من النار. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ليس السعيد من دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد.
أصبحت من سيئاتي خائفا وجلا، والله يعلم إعلاني وإسراري. إذا تعظمت ذنبي ثم آيسني، رجوت عفو عظيم العفو غفاري. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلوب تضعف وتمرض، وربما ماتت بالغفلة والذنوب والمعاصي. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. فالهوى أعظم الأدواء، ومخالفته أعظم الدواء. ومن أفضل العبادات الإمساك عن المعاصي والخطيات، ومراقبة الله عز وجل عند الشهوات والمحرمات. تعصي الإله وأنت تظهر حبه عار عليك، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكر ذلك مضيع. وقال أبو العتاهية: أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم، فحتى متى تعصي ويعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم. وإن القلوب لتحيا وتقوى وتصح بالتوحيد والطاعة وقراءة القرآن وتلاوته وتدبره، والنظر في كلام المفسرين، والنظر في كتب السنة وشروحها، والنظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته وسجاياه وصبره وحلمه وعفوه وطيب روحه ورائحته وعبادته وخشوعه. هذه هي الوصية الأولى. آده ألغونغي ترجمة مهار مجنني شيخ دم vidaloi فرتم وصيتك خلاصة ترجمة ألاغي باجوريكن أوتي إسلامي شريعتك أساس تكمغاوا إسلامي عقيدة شريعة أخلاق أدب سلوك غيفاتاغن مسلم ألاغي هريهاوس كمبودومه غولفا ونمواني الله تعالى يا كتموما إكلانغ رسوون لبيغتما آخرتك حياة باجور كرمغ مچا එකලා ඒනාගේ කම්බොඩුවාම් වාණි ඒනාගේ කම්බොඩුවාම් වාණි මි මාද්දී දුනියා මෙදුගෙන්නෝ මීහෙගේ හුරිහාවස් කම්බොඩුමකි මි ෆනාවනි වි දුනියකමුගා හදාෆිනම මෑන් අල්ලාහ් ඒනාගේ නෆ්සුගේ ෆුදුන්තරිකම මුස්සන්දිකන් නැති කරවවා හොට්ටේ අබදු සේනා උලේනි නුෆුදිගෙන්නේ එෆද මීහෙක ෆෙන්නානි ඒනාගේ ෆකීරුකම් අබදු සේනා දුවානි දුනිය ෆහතොන් නමවස් එමීහෙගේ හුරිහාවස් එදුමකි අදි කම්බොඩුමකි ආඛිරකමුග හදාෆිනම මෑන් අල්ලාහ් ඒනාය ෆුදුන් තෙරිවේ ශුකුරු වෙරි හිතෙත් දෙවවා හොට්ටේ ඒනාගේ ෆහතුන් දුනියේගේ තනවස්කම් අන්නානේ දුනියේකි ෆනාවනි වි වගුති තනේ අල්ලාහ් එංගෙවි ගොත රංගලන් උලේ මීහක දුනියේකි මුහිම්මු තනේ නෝ එකමකු ඒනාගේ කම්බොඩුවන් ජෙහෙනි ඒනා කම්බොඩුවන් ජෙහෙනි දායිමි ගෝතින් ජාගේ නුලිබිදානේකම හීවඤ්ඤා සුවරුගේ හාසල් නුවදානකම හීවඤ්ඤා සුවරුගේ හාසිල් වානි ෆාෆතක දුරුහලි වෙවලුම්ගේ සබබුන් අල්ලාහ්ගේ රුහියොඩගතුන් ලිබේ මිහක දුනියේගේ එදුමකි එම්මෙ බොඩු බයියේ අදි එබයියන් ඔයින් එම්මෙ මොළු ෆරුවායකි දුනියේගේ එදුමා දොකොළු හෙදුමේ හිත්තකන් හමජෙහුමා ආරෝකන් ලිබේනි තක්වාවරිකම තෞහීදා මෑන් අල්ලාහ් කියමන් තෙරුමුගේ තෙරින් රිවති අඛලාගා රංගලු සුලූකා මීහුන්නා හේවකෝ මුආමලාත් කුරුමුගේ තෙරින් الوصية الثانية الإيمان بالقضاء والقدر.
يهون المصائب، ومن آمن بالقضاء والقدر هانت عليه المصائب، فلا يكون شيء في الكون إلا بعلم الله وإرادته، ولا يخرج شيء في العالم إلا عن مشيئته، ولا يصدر أمر إلا عن تدبيره وتقديره، ولله في خلقه أقدار ماضية لا ترد أحكامها ولا تصد عن الأغراض سهامها، وليس أحد تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا وهو في القدر المقدور والقضاء المسطور. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فلا تستعظموا حوادث الأيام إذا نزلت، ولا تجزعوا من البلايا إذا أعضلت، ولا تستطيلوا زمن البلاء، ولا تقنطوا من فرج الله، ولا تقطعوا الرجاء من الله، فكل بلاء وإن جل زائل، وكل هم وإن ثقل حائل، وإن بعد العسر يسرا، وبعد الهزيمة نصرا، وبعد الكدر صفوا، وبعد المطر صحوا، وعند تناهي الشدة تنزل الرحمة، وعند تضايق البلاء يكون الرخاء. فلا تكونوا ضحايا القلق وجلساء الكآبة وسجناء التشاؤم وأسار الهموم، فسموم الهموم تشتت الأفكار وتقصر الأعمار. فاسترجع يا عبد الله عند كل مصيبة، فإن الاسترجاع ترياق للهموم وتسلية للمحزون، وقد جعل الله الاسترجاع ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين، ووعد الصابرين المسترجعين بمغفرته ورحمته جزاء اصطبارهم على محنه وتسليمهم لقضائه. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر جنة المؤمن وحصن المتوكل، فاصبر على نكبة أوهتك شدتها وأعيتك محنتها، اصبر على حلو القضاء ومره، ولاقي مرارة البلوى بعزائم الصبر، ففي الصبر مسلاة للأحزان، صبرا على غمرات البلاء وصدماته، صبرا على نكبات الدهر ومصيباته، فما صفى لامرئ عيش ولا دامت لحي اللذة. آده දෙවන වසියතකි ගදා කදරන් ඊමාමුම් මුසීබාත් ලුයුම් මෑන් අල්ලාහ්ගේ අමුර්ෆුලතක තබාවේ නහී කුරෙවි කන්දතක දුරුහෙලිවා හගීගී මානෑග ගදා කදරන් ඊමාම්වා මුමිනකු දුනියේගේ මුසීබාතකි බොඩුකමක නොහදාන එහෙම් මිහුන් ඉහ්සාස් කුරාහා තුරාතකෙන් ඉෆද මිහක ඉහ්සාස් නුකුරන් එමිහුන් කබූල් කුරානි දුනියේගා හුරිහා කම හිගානි කණ්ඩලිෆාවා ගොතක්කම مانگ الله وحي كروا فوا بس فلك جمانا جاوي إبس مصيبات تمن رسكلانge إيه مصيبات وجودا نروبم كورين فتجا ليوفا وحالوجا منوي بمبيس نوت تيبامي هنگا عمل نفسه تكبيس عيس نجيب هم كشورون إكانته كي الله دادي فسيه كمجيب أي تيبامي هنگا كيبام فاتوه هنگا جا كمجي مچا تيبامي هنگ هتاما نقولو مشا අද එකලාංගෙ තියබෑමි හුන්න දෙවෑෆි කමෙගෙ මච්ච උෆාකො බොඩාවේ නුගතු මට්ටකේ කිබුරුවරිවේ ෆඛුරුවරිවා එව්වස් මිහකු දෙකේ අල්ලාහ් ලෝබෝඩිගෙන නුවතේ හැමෆදෙන් දුනියගේ ඉන්සානෙගේ ඉහුමාලි නැති කුර්මතිවා බොඩති මුසීබාතක ඉම්තිහානුතක කි ඉන්සානා ඉම්තිහානු කරවු මට්ටක මෑන් අල්ලාහ් කුර්මත් කුරවා කන්තත්තක්කන් එනා දන්නානේ එෆද කංකම කෙතරි වෙජ්ජ මිහක හුරි ස්වරුගේ උෆාවරකම්ගේ خبر ماين الله وحيك روا فابس فل جمانا جاي هم كشورون تمرس كلانge تيبا ميهون امتحان كروا هشيمه اي بيروري كما بندوها هون كم ترين كم مدوري كربومونه ادي مداتك فرانتك ميواتا اوني كربومونه ادي كترين نن افاور كم خبر خليك فان ديواشه قضاء قدرن امام وا توحيدك هلورين سحر ورينا فالو بلا ميهوننا رملو جها ميهوننا كاهنون غاتا نودان الإمام مسلم روا كروا فحديث جمانا جاوي عرافة جاتا جوس إبهي غيب جاوا كان هوداعن كما دعوا كرا ميه جاتا جوس
ඒනා දක්කා වාහක කබූල් කොෆි මීහාගේ නමාදු සාලිස් දොස් වන්දෙන් කබූලෙන් නුකරවානෙතේ. الوصية الثالثة: حافظوا على الصلوات. الصلاة علامة الإيمان وعصمة الأديان وطهرة الأبدان ومذهبة الأحزان، وهي أم الخيرات ومنبع البركات ومجمع المسرات. وقد جاء الترهيب الشديد والتخويف البالغ الأكيد والتهديد الزاجر الوعيد لمن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، عن المكتوبة عن وقتها المقدر لها شرعا. فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عنها سهو إهمال وتغافل وتكاسل، لا يلتفتون إليها ولا يعبؤون بها ولا يكترثون بأوقاتها. فيا من لم يزل بترك الصلاة معروفا وبالمعاصي مشغوفا وعن الخير مصروفا، يا من لا يقرب المساجد إلا هجرا ولا يأتي الصلاة إلا دبرا، تب قبل الفوات وأقلع عن الهفوات. يا لاهيا عن صلاتك كيف تأمل أن تعيش في حلل المسرة رافلا ولم تزل في ليلك ونهارك عن الصلاة غافلا. يا من ترك الصلاة وأصر، يا من إذا نودي لها أدبر وتولى وفر، يا من على ما يضره قد استمر، يا من أعلن بالمعاصي وأصر. قل لي بربك لأي يوم أخرت توبتك ولأي حين أجلت أوبتك. يا غافلا ماذا تنتظر؟ يا لاهيا متى تعتبر وتنزجر؟ يا عاصيا متى تعود لمولاك وتعتذر؟ يا من إذا دعي إلى الصلاة تأفف، يا من إذا مشى الناس إلى المساجد تخلف، يا من إذا سمع النداء تمهل وسوف. ألا تعتبر بمن رحل من القرناء؟ ألا ترعوي وقد طوى الموت الأحبة والأخلاء؟ فإلى متى تؤخر التوبة وما أنت بمعذور؟ إلى متى وأنت في الغفلة والقسوة والغرور؟ تيمون وصيتكي تيبامي هو نماذ الركعات رواشه نماذك إسلام كمجة مهم ويركون أي إنسان مسلم كان نوات مؤمن كان أنجاد علامة فرض فس نماذ الركعات يومي مسلم جه مهم واجب ما الله وحيك روافا بس فلك جمانا جاوه تيبامي هو نماذ تكا أدي مدو نماذ كمچ الركعات رواشه أدي تيبامي هو الله كيمن تريوه مدوما تري كما يكون نماذ جا قائم ويتبشه فرض فس نماذ أدا كرماني إيجي وقوت تكوجا කන්නෙක් කමෙන් නැති ෆරුවාතර කමයකු ගාෆිල් වෙතිබේ නමාද් කුරාමි හුන්න හලාක් හොරිකම මෑන් අල්ලාහ් වහී කුරවා ෆාවේ එකලාගේ බස්ෆුලුගේ මානා ගාවේ ෆහේ එවරෙන් නමාදා මෙදු ගාෆිල් වෙතිබේ නමාද් කුරාමි හුන්න ගෙල්ලුමා හලාක් හොටේ ෆහේ එවරෙන්ගේ නමාදා මෙදු ගාෆිල් වෙතිබේ නමාද් කුරාමි හුන්න ගෙල්ලුමා හලාක් හොටේ ලදරින්න එකුදීන්ගේ ලෆතුක නමාද් කුරම බාරවලු මෂා බොඩති වුමුන් අදබුදීගෙන් වෙස් නමාද් කුරා කොදීන්න එකුදින් හෙදුම බාරවලුවා මන් නබියා හදීස් කුරවා වා බස්ෆුලගේ මානා ගාවේ තෙබෑමි හුන්ගේ දරින්ගේ උමුරුන් හයින්හාරු ෆුරුමුන් එකුදින් නමාද් කුරම අංගාෂ අදි දිහාරු ෆුරුමුන් නමාද ෆරුවා කුඩ කුරානම එකමට්ටක අදබු දේශ අදි එකුදින් නිදා තම්මතිත වකි කුරාෂ මේ හදීස බදායරු කුඩ කොදින් ලෆතුග නමාද ෆරිත කොද්දෙන් ජෙහෙනකන් එංගේ නමාද් වගතු ෆස් හඳාන්නෙතුමායි නිදීගේ සබු නමාද දුවෙජ්ජනම මීහා අමල් කුරම් වීගොයි කීරිත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් ෆුල්ගා බයන් කරවා ෆාවේ එයි හඳාන්නෙතිගෙන් නමාද දූ කොල්ලෙ විජ්ජ නම ඒගේ කෆාරායකි හඳා වමුන් එ නමාද කුර්මේ එනුන් එහෙන් කෆාරාය නමාද කන්නුවේ. الوصية الرابعة إصلاح ذات البين. فمن أعظم القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين فصل الخصومات الثائرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل بين الاثنين صدقة. وهل جنى المتشاجرون المتنافرون المتحاورون من دوام التصارم والتطاحن إلا سوء الأحدوثة والسمعة وتكدر العيش الصفي وتعثر النوم الهني وتعب الأجساد. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. හතරවන වසියතකි දේදේ ෆරුදුන්ගේ මෙදුග සුල්හවරිකන් දෙමෙහෙට්ටුන් මිස්සකුන්ගේ මෙදුග උෆෙදේ දෙබස්සුන්තන් හල්ලුකො
mihunge meduga sulha kurmaki islam deenuge muhimu asase fituna fasad nattalumaki sulha verikan demehettuman nuhanu beenun terikame kiriti qur'ana kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mikamuge muhimmukan enge main allah wahi qurwa fa basfuluge maana gawe fahe allah tiyaba mihun taqwa veri washe adi tiyaba mihunge demeduge guluntan islah kurashe insana ge affage komme kashikolka sadaqateve faasaya mudalu nuna sadaqa kureven ege terega mihunge meduga sulh qaim kurmaki sadaqat kavve kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfuluge maana gawe insana ge affage komme kashikolka sadaqateve ei eduhakan iru eri komme duhakume demihege demedu sulh kulawmaki sadaqateke janwarege burakash macca mudalen arwa dinun nuwata mudale bala dinumaki sadaqateke heo bahe bunumaki sadaqateke namada diuman ala komme fiyawalaki sadaqateke magumatiga mihunna udagu wagotan hunna taketi ifara kollumaki wes sadaqateke. الوصية الخامسة الحرص على مجالس العلم والذكر. من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنما هي رياض الجنة. ومجالس الذكر هي مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فصلنا وصيتك علماي الله هندم كرمجة مجلس تهجا باريوم. إمام ابن قيم رحمه الله يدعو فوا بسفله ميه کو سورگے کے باغیچہ کے انام بینن مائن اللہ ہندم کرمگے مجلیہ کے اشین نہوشکا میں فہے ای سورگے کے باغیچہ کے مائن اللہ ہندم کرے مجلس تے کی ملائکۃ وڑائن مجلس تے کے ایک بدلگا غافلوما بیکار واہ دکا مجلس تک کی شیطان حاضر و مجلس تک می دباوت کو مجلس تک کرے امیہ کو ادے مجلیہ اختیار قرآن وی کیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسفل کے معنی گاوے بیکو میہم الله هدوم كرمغا مجليه كوفينما ملائكتون اباميهم وشايل وانت رحمه اميهم وشايلانت اميهم مچن همهيمن كان باوال وانت ادي الله تعالى حضرت غوا بايگه غاتوغا اميهونگه واهكا وحي كروانت ماين الله رسول لبي معاذ بن جبل وداول فاوي تباميهم علم گنيش ehni ilmu ngenumaki hewkamake ekaman edumaki alukamake ilmu muraja kurmaki tasbihake ilmu hoda maseke kurmaki jihadeke ahluweringe macca ilmun heda kurmaki kuttamumake nudanna mihaka ilmu ganna dinumaki sadaqateke. الوصية السادسة حسن الخلق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق هو القيام بالحقوق والإحسان والبر والصلة وسلامة الصدر وحسن البشر وصدق الحديث والعدل والنصفة وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حوانا وصيتك ريوت أخلاق كي إم ريت فيرام أي فقيرونج مستندين زينة تركان باجورينج فيران أبوروركما قدروركما سبب ما الله رسول الله أبو ذر وداول فاوي تمن كليك فانو أريهوغا كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي تباوي كم تنجا ما الله تقوى ورواشه نباكم كروي جنما يفاو هيوكم كراشه إيرون هيوكم نباكم فهلانته أدي ميستكونا ريوت أخلاق معاملات كراشه أدي بس ريوت أخلاقا بهجوتون ورقين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كروا فاوي إيجي تريجا مؤمن على أنا غريبة أخلاقه كسببون
sunne roda hifa re alukan kura mihege daraja fore riwati akhlaga ke suwaruga wanuma magufahiwa amale adiwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fukura fa bas fulege maana gawe emme gina bayku suwaruga wanuma magufahi kadde amalaki man allah taqwa verumai riwati akhlaga. الوصية السابعة الحذر من الحسد. الحذر من الحسد، والحسد داء الجسد. الحسد داء الجسد، ومن غوائل الحسد تنقيص العمر وتشتيت الفكر، والحسد من الذنوب العظام والكبائر الجسام، لأنه يأكل الحسنات ويديم الحسرات، ويصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه: غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، ويسخط عليه الرب، وتغلق عليه أبواب التوفيق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا وما خلا من جسد من حسد. أما الكريم فيخفيه، وأما اللئيم فيبديه. فلا تحسد أحدا من عباد الله عز وجل على نعمة أنعم الله بها عليها، وليكن صدرك صدرا نظيفا طاهرا محبا للخير لجميع المسلمين، فإن الذي قدر النعمة لفلان هو الله سبحانه وتعالى، ولا راد لما قدر الله عز وجل. حيفنا وصيتك حسد وريوما درو حسد وركمك أخلاقي أمن وباسفة أي أباد وركمك أساس حسد وركمك تماغ أخايا اللي بفوان يمتك آمدوغا نوره إن يومين إينا كيبان فيلاد يومين يدون حسد ورين تين علامات في إينا حسد ورميها فإن حسابك نكان جنا جنا تعريف قرآن نتنوك غيبة بنان مصيبات جهيجنا إكما وفا قرآن حسد ورنوما إرشاد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن فبس فل جمانا جاوه تبع ميه إكك وانك كودك رولي ناناشه إكك وانك كومتش حسد ورنواشه تبع ميه نكى مان الله ألون تك غوتوغا أخون تك كموغا واشه نيومت تدفي مان الله إهن كمون إبس ميه كحسد ورنوه ألون مان إكك وانك كهيوه ديجن ولين مانه. الوصية الثامنة حفظ اللسان. من أسباب الشقاء ونزول البلاء الاستطالة في عرض المسلم. لا يجوز أن يستطيل المسلم في عرض أخيه المسلم. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويك. فعلى المسلم حق المسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويقضي حاجته ويشمت عطسته ويرد ضالته ويواليه ولا يعاديه وينصره على ظالمه ويكفه عن ظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحب له إلا ما يحب لنفسه ولا يذكر مساويه ولا يغتابه ولا يحقره ولا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكف لسانك عن أعراض المسلمين ولا تخض في أعراض المسلمين ولا تذكر أحدا بسوء أو عيب أو تنقيص، فإن هذا محرم في الشرع. أفضل وصيتك دورك كاتري وما ديوه ريوتي بهم ميهنا مخاطب كرما ميهنge كutta وانهنا كرم ريوتي بهم ميهنا معاملات كرما دورك كاتري كرما كي إسلام دينوغا وربودا باروالا فوا كمه ميهنge كون هودا إبس تحقيق نكو هيتوري غوتك يواهكتا فتورما كي ميدو عامو مغانا كمه دونو باكما بدو بستبونه ولوما ميستكونغ أبوران أراغتوما كي ورد داشو درجاگه كنكم ඒකමුගේ සබබුන් එතන් නොබයක මගු ෆයිවේ ඉස්ලාම් දිනුග මිහුන්නා මුඛාතබ් කුරුම අංගවා ෆවනේ රීවති බහුන් කීරිත කුර්ආනුග මන් අල්ලාහ් වනේ මිකම මගු දක්කවාෆ මුස්ලිම් ඉන්සානා එනාගේ අඛායන් හෙවකොන් හිතුමා නස්රු දිනුමා අනියයි ලිබිජනම එකමුන් සලාමෙ වුමා මිෆද කිතම් හෙව සිෆතක එනාගේ මුස්ලිම් අඛායා මෙදුග අදා කුරුම මුස්ලිම් මච්ච මන් අල්ලාහ් වනේ අංගවාෆ. والحذر من فتنة السباب. السباب لقاح الفتنة،
والسباب لا يرد شاردا ولا يجذب معاندا، وإنما يزرع ضغائن وأحقادا ويزيد المخالف إصرارا وعنادا. فيا من تتسارعون إلى وسائل الاتصال الحديثة فتتخذون تلك الأحدوثات وتلك الوقائع وتلك الوسائل وسيلة للتساب والتشاتم، تسطرون اللعائن يا من تسطرون اللعائن والشتائم، وتطلقون التهم والأحكام. ستسألون يوم القيامة عما تكتبون، فاتقوا الله عز وجل. يا من توارى وراء شاشة جهازه، يا من استتر باسم مستعار وتباعد عن الأنظار وصار يكيل السب والشتم لغيره، أنسيت أن الله يراك وهو مطلع على سرك ونجواك؟ وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ආද නුවවන වසියතුගේ තෙරෙන් මීහුන්න හුතුරු එච්චි ගෝමා දුරු හෙලියුම් ෂේඛුගේ වාහකගේ විදාලවනේ දූරක්කා තෙරකුම්ගේ ඉතුරු මීහුන්නා දිමාල මෑබෆා ගෝමා එමිහුන් ෆදීහෙ කුර්මා අදි අම්දුම් මිසමානුගේ එකේකි වසීලෙත බේනුකොක්ගේ මීහුන්නා දිමාලන් හුතුරු එච්චි කියුමා මිබාවතුගේ එම්මෙහ කන්දතකුන් දුරුවන් ජේනකම අදි සෝෂල් මීඩියාගේ එකේකි වසීලෙත බේනුකොක්ගෙන් සිර්රු නන්ත බේනුකොක්ගෙන් එකි මීහුන්ගේ අබුරාබෙහි මිබාවතුගේ අමල්තන් හිංගුමකි කණෙලගෙන් නහී කුරවාෆා කන්තතකෙක්කන් ෆොරුවිගෙන් හොරේ මීහුන්න එච්චි කි නමවෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහකු දෙක දෙනවඩිගෙන් වාකන් කොම්මෙ මීහකු වෙස් දන්නන් ජෙහෙනකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස් ෆුලෙක්ගේ මානාගේ ඔන්නනි මුමිනකි මීහුන්ගේ කුෂුගා හිෆා උලේ මීහෙ නූනේ එනායකි මීහුන්න ලවණෙද්දී උලේ මීහෙ නූනේ අදි මුමිනායකි ෆාහිෂුතුරු බහුන් වාහක දක්කා උලේ ලදුකුඩ වෙක්කුඩ මීහෙ වෙස් නූනේ. الوصية العاشرة الحظ على الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، فما أجمل البيوت يحفها الرفق واللين، وما حرم أهل بيت الرفق إلا حرموا الخير، وما أحسن البيوت يزينها الرفق ويلفها اللين ويجملها العطف والبر والحنان وتغشاها السكينة والطمأنينة، وما أتعس البيوت يزلزلها الضجاج والجدال وتفسدها المشارة والمشاغبة والمخاصمة والمفاتنة. فاتقوا الله في بيوتكم وتعاملوا بالرفق واللين واللطف وحسن التعامل. දිහවන වසියතකි ඕගාවරිකම හිව්වර දිනුමා බාරවලොම් ඕගාතරිකමගේ මතිවරි ඕගාතරිකමකී මතිවරි සිෆේ බුද්ධිවරි මෑන් ඉන්සානුන්ගේ සිෆේ එයි කාමියාබුගේ එබ්බා මීහෙගේ කිබෑන් එසිෆ හුරුමා නුහුරුම්ගේ තෆාතු අංගා දෙවමු කීරිත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස් ෆුලෙක්ගේ මානාගා බයන් කරවාෆාවේ මීහෙක ඕගාවරිකමගේ මෑ සිෆ ලිබුමකී හේවකමගේ තෙරෙන් ඒනාය ෆුදේවරුගේ බයෙන් ඒනාය ලිබුමේ අදි මීහෙක ඕගාවරිකමගේ සිෆා මහරූම් ඌමකී ඒනාය බේනුවා හේවකමුන් ඒනා මහරූම් ඌමේ අදිවෙස් ඉතුරු කෙලෙක් ෆානුගේ බස් ෆුලෙක්ගේ මානාගාවේ එබ්බස් කමෙක්ගා ඕගාවරිකන් හිමෙනිජ්ජ නම එකම zeenet teri nuwe nuda hote adi ebbes kamakun oogaawerikan fila diumaki ekamen huturu nuwe nudane kameke ehen kamun algon men komme mihe koes komme bay koes ebege ailage terega ge terega ebbe konebeka ooga teriuma gadala maseke kuran jehene. الوصية 11 الحث على اجتناب أهل المعاصي، النأي عن مجالسة العصاة ومفارقتهم ومجانبة ساحتهم واعتزال أماكنهم والانكفاف عن صحبتهم واجتناب السفر معهم دليل صحة النظر ونور البصيرة. والقلوب ضعيفة والشبه خطافة والفتن تموج، وذو البصيرة يجتنب مجالسة من يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان، ويحذر من مصاحبة المفتونين
الزائغين عن السنة المائلين عن الفضيلة وعن الحشمة وعن أخلاق المسلمين. إغارانو وصيتكي uredumuga holwerinna durum nuba amalta kon ule uredun terinna duruheliumaki kommehem wes muhimmu kame ehen nuniya emihunge terega timawe simenidana kamuga biru onnan ehem wima efada wahaka dakka ule bayaka ki numa man Allahu angawafawe fahish amalta hinga mihunna efada mihunge majlis tawga baweriuma emihun kura amal tawga baweriuma emihun kura amalta kan hivwaru dinuma mihuriha kamakun komme muslimakos duruheli wanjehen. الوصية الثانية عشر حسن الصحبة، فالعاقل الحصيف من يخالط الأفاضل ويعاشر الأماثل ولا يصافي غريبا حتى يسبر أحواله ولا يؤاخي مستورا حتى يكشف أفعاله، لأن المرء موسوم بسماء من قارب وموصوف بأفعال من صاحب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ابن الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسما أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه قرير عين فاشددي. بارون وصيتك هيولفا ميهنايكو وليشه هيولفا ميهنايكو علومكي هيولفا كان دسوا كمه رنگلو عادة أشكن كمه فائدہ ہوری کان دسوا کمے میہگے آدکادسکا صفتکا فکر ہنانی اینا ابیکا کی اولے میہن ایگوتا ہما افدا نبا میہن کی اولنیا فنانی ادی دسوانی وس نبا کانکان اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فقروا فوانی مفدیں میہا واہوشی ایناگے ایکویریاگے دیم متیگے نوتا گوتوگے متیگے بیما تھباتی اولنی کاکا ایکیگے تو بلنجہین تباغ رحمة تريكي كاكوتو بلنجهين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي حياتنا وفي أنفسنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي أولادنا وفي ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والرخاء والاستقرار على بلادنا وبلاد المالديف وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين المعتدين الظالمين يا رب العالمين. وطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مستقرة ساكنة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في أعمالنا وأقوالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير دي درس نمالي ورا هيو دعائكم دي راجيشا دي راجيك اللي بيتريتون هيو دعاكم ربهم أدي إسلامي أمته هيو دعاكم دفهم فلسطين اللي بيتريتون هيو دعاكم دفهم المسجد الأقصى من وان كرباته الله غازرة الدعاء النوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم هوريها بيفولون عنمي لاين هدا ولا بنجتو فهات الجهل لاين هدا إن شاء الله هوريها بيفولنس فرصة لبين جت ورا ريتي قطي بيت نعم هم بوندي نوات يبص ورا هوريها بيفولنس سما سلام كوربين فهات الجهل كودكو هوريها فليكون كم سفليكون عنان إنجه එහෙම සෆෙන් හදාලා කොම්මිස් ගොතකුන් හැම එෆ්ෆලියකුන් අන්නන් එකි දෙතරන් අන්නු දිකුරාත් එක බොහෙන් නොදෙවෙන් කොල්ලමේනෝ රංගල සෆ් තර්තිබ් කොල්ලමේනෝ එරුම් ෆසේවන් එම්මෙන් එව්වෙගෙන් ඔලඤ්ඤ හජරසත්ක බොස් දෙන් ඔලෙ හැම නේ වෙස් මේක බොහෙන් නොදෙවෙන්